السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض الكيكة بطريقة ان شاء الله ناجحة 100%. ناس كتير بيشتكوا ان الكيكة بتهبط منهم في الفرن وبتطلع معجنة من جوه مش مستوية كويس. النهارده هنعملها مع بعض بطريقة بسيطة وسهلة، من غير ما نستخدم الخلاط ولا مضرب كهرباء. هنعملها بالمضرب اليدوي ومن غير ما نستخدم الميزان. هنعاير كل المقادير بالكوباية وهتطلع هشة ومرتفعة معاكي جدا زي ما انتوا شايفين. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير للفيديو لو عجبكم علشان نوصل لأكبر عدد من الناس. المقادير اللي هنحتاجها عبارة عن كوبايتين ونص دقيق، 4 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، كوباية لبن دافي، كوباية وربع سكر، كوباية إلا ربع زيت، معلقة كبيرة بيكنج باودر، وكيسين فانيليا. أنا عايرت كل المقادير بالكوب المعياري اللي هو 250 جرام. لو مش متاح الكوب المعياري هتعاير بمنك الشاي اللي هو برضو 250 جرام. أهم حاجة تعاير كل المقادير بنفس الكوباية، سواء الكوب المعياري أو مج الشاي. تمام؟ هنسمي الله. جبت بولة وهنزل ب4 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، وهضيف عليهم كيسين فانيليا، وبالمضرب اليدوي زي ما انتم شايفين هضرب البيض مع الفانيليا كويس جدا. عايزة أقول لكم يا جماعة إن الفانيليا البودر في الكيكة أحلى بكتير من الفانيليا السائلة، بتخلي ريحة الكيكة تحفة وبتضيع زفارة البيض نهائيا، فيفضل تستخدموا فانيليا بودر. تمام؟ وبعد كده هضيف كوباية وربع سكر، وهضرب البيض مع السكر كويس جدا لحد ما لونه يفتح ويبقى معانا بالقوام الكريمي اللي انتوا شايفينه ده. تمام؟ وبعد كده هضيف كوباية إلا ربع زيت، والزيت لازم يكون ريحته حلوة علشان ما يغيرش طعم الكيكة. هضرب الزيت مع باقي المكونات كويس جدا، وبعد كده هضيف كوباية لبن دافي. واللبن لازم يكون دافي يا جماعة، هيفرق كتير في طعم الكيكة، بخليها طرية زي النايتي بالظبط. وهقلب اللبن كويس جدا مع باقي المكونات. اللبن ما يكونش سخن، يكون دافي بس. وبعد كده هنخل نص كمية الدقيق، وهضيف عليه معلقة كبيرة بيكنج باودر ورشة بسيطة خالص من الملح، وهنخل الدقيق كويس جدا. الدقيق لازم ننخله 3 مرات، انا نخلته مرتين قبل التصوير، ودي 3 مرة بنخله معاكم زي ما انتوا شايفين. ميزة ان احنا ننخل الدقيق 3 مرات بنساعد ان الهواء يدخل جوه الدقيق، فبيخلي الكيكة هشة ومرتفعة جدا. فلازم ومهم جدا ننخل الدقيق 3 مرات علشان يدينا النتيجة المطلوبة للكيكة. دي خطوة مهمة جدا يا جماعة، ركزوا لو سمحتوا. وهقلب الدقيق كويس جدا زي ما انتوا شايفين في نفس الاتجاه علشان ما اخرجش الهواء اللي موجود جوه الكيكة. مجرد ما الدقيق يختفي هضيف باقي كمية الدقيق، وهنخل الدقيق كويس جدا زي ما انتوا شايفين، وهنقلب في نفس الاتجاه زي ما اتفقنا. خلاص الكيكة بقت جاهزة معايا. حلو قوي كده، قوامها مظبوط جدا، لا هو خفيف قوي ولا تقيل قوي. ومحضرة صينية دهنتها زيت وبطنتها بالدقيق، وهنزل بالكيكة زي ما انتوا شايفين. في الوقت ده أنا شغلت الفرن لمدة 5 دقايق قبل ما أدخل الكيكة الفرن. ما نشغلش الفرن وقت أطول من كده يا جماعة علشان الكيكة ما تاخدش مننا لون بسرعة. هنخبط الصينية خبطتين 3 قدامنا كده علشان نخرج فقاقيع الهواء اللي موجودة في الكيكة. وبعد كده هندخل الكيكة في فرن سخن على الشبكة في النص على درجة حرارة 180. هنشغل الفرن من تحت بس، ومش هنفتح الفرن على الكيكة وهي بتستوي إلا بعد ما يعدي 35 دقيقة. في الوقت ده نقدر نختبرها بخلة، لو طلعت نظيفة يبقى كده خلاص استوت. هتاخد في الفرن من 40 ل 45 دقيقة حسب حرارة فرنك. تمام؟ الصينية اللي أنا استخدمتها مقاس 28. يلا بقى ندخلها الفرن ونرجع لكم تاني. خلاص الكيكة استوت وبقت جاهزة معايا وريحتها كانت قلب البيت. قطعوها مكعبات أو مثلثات زي ما أنا قطعت، أهم حاجة النتيجة. عايزة أقول لكم يا جماعة إن أنا جربت أكتر من طريقة لعمل الكيكة، بصراحة ملقتش أنجح ولا أفضل من الطريقة دي. من وقتها وأنا اعتمدت الطريقة دي، ومتأكدة إن انتوا كمان لما تجربوا الطريقة دي هتنسوا أي طريقة عملتوا بيها كيكة قبل كده. ومستنية رأيكم وعايزة أشوف كومنتاتكم الحلوة بقى. شايفين ما شاء الله ما لزقتش مني في الصينية، وهشة ومرتفعة وطرية. شايفين زي النايت بالظبط زي ما قلت لكم في أول الفيديو يا جماعة. ما شاء الله هشة جدا ومرتفعة وطرية، حاجة كده بصراحة تفتح النفس. علشان توصلوا للنتيجة الحلوة دي زي ما قلت لكم اللبن يكون دافي، وننخل الدقيق 3 مرات،
والبيض يكون بدرجة حرارة المطبخ، والزيت يكون ريحته حلوة علشان ما يغيرش طعم الكيكة. وإن شاء الله هتطلع معاكم أحلى كيكة وهتبهركم، ومن حلاوتها أنا متأكدة إن انتوا هتعملوها كل يوم. ربنا يحسن ما بين إيديكم. بصراحة أحلى فطار وأحلى عشاء مع كوباية شاي بلبن. عايزين إن شاء الله نوصل الفيديو ده ل10,000 لايك. ولو لسه ما اشتركتوش في القناة، يلا حالا اشتركوا في القناة علشان يوصلكم كل فيديو جديد بنزله، ولايك وشير للفيديو لو عجبكم علشان نوصل لأكبر عدد من الناس. أشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.